بتبدأ حكايتنا على سفينة عليها ضباط وجنود في البحرية الأمريكية ومعاهم عيلتهم وبيحتفلوا على السفينة، وفجأة بتتفجر السفينة مرة واحدة وبيموت معظم الناس اللي عليها، وبتيجي فرق الإنقاذ عشان تنقذ المصابين. بعد كده بيجي محقق اسمه دوج واللي بيبحث في موقع الانفجار عن دليل الجريمة اللي حصلت، وبياخد عينة من آثار الانفجار، وبيتصل على عميل تاني اسمه دونلي وبيطلب منه شرايط المراقبة لكوبري مدينة كارسين في نفس الزمان والمكان اللي حصل فيه الانفجار. بعد كده بيروح يدور عند الجسر اللي حصل عنده الانفجار، وبيلاقي مخلوط من نترات الأمونيوم المذابة في المية والوقود البترولي واللي بتكون طبعا شريطة الانفجار. وبالفعل بيروح المحقق بيلاقي ان في شخص معاه دراجة نارية واقف على الجسر قبل الانفجار بلحظات، وبيطلع العميل الفيدرالي المسؤول عن قضية اسمه جاك في مؤتمر وبيقول انها عملية ارهابية وان عدد الضحايا وصل ل 543 شخص. بعد كده دوج بيركب الترام وبيتصل على محقق اسمه بوب واللي كان متصل على دوج قبلها، وبيقول له بوب ان في طفلين لقوا ست مرمية عند ميناء الجزيرة وان اكتر من 30% من جسمها محروق، وبيقول له انها انجرفت للشاطئ الساعة 10:42 دقيقة بالظبط. وبعد كده بيروح دوج معمل التشريح عشان يشوف الجثة، وبيكتشف دوج اثار لشريط لاصق كان موجود على بقها، وكمان بيلاقي ان نص صوابعها متقطعة. وبيطلب دوج من الطبيب الشرعي انه يعمل تشريح كامل للجثة، انه كمان يحاول يعرف وقت وفاة الجثة المحدد بالظبط والاسباب اللي ادت لموتها. بعد كده بيتصل دوج بمحقق من قسم الكحول والتبغ ويقول له ان حد بلغ عن اختفاء بنت اسمها كلير صباح اليوم، واللي المفروض انها كانت تروح تجيب والدها من المطار بس ما راحتش. وبيتضح لدوج ان كلير هي الجثه اللي كانت بتشرح في المعمل، وبيروح بعدها دوج لبيت والد كلير ويديله دوج صور للجثه وبيأكد له انها بنته. وبيتكلم دوج مع والد كلير وبياخد منه معلومات عنها، وبيقول له ابوها انها كانت المفروض تيجي تاخده من المطار وانه قلق عليها لما ما جاتش وراح لها بيتها ما لقاهاش ولا لقى عربيتها ولا عربيه الان. وبيساله دوج مين الان، وبيقول له ان الان ده خطيبها وانها انفصلت عنه من كام شهر وانتقل لمونتريال، واخد منه دوج مفاتيح بيتها عشان يروح يبحث هناك. بالفعل بيروح دوج للبيت، واول ما بيدخل بيلاقي مكتوب على الثلاجه انت تقدر تنقذها، وبيلاقي فستان عليه دم في الحوض. وبيشغل دوج البريد الصوتي وبيحاول يعرف مين اخر اشخاص اتكلمت معاهم كلير، وبيعرف ان صديقتها بيس اتصلت بيها يوم الثلاث الساعه 9:44 دقيقه، وبترد عليها كلير وبتقول لها انها مش هتعرف تكلمها دلوقتي لان في شخص عندها في البيت، وبتقفل الخط. ويلاقي دوج مسدس في البيت بتاعها انه كان باعت رساله رقم كلير يوم الثلاث الساعه 1:18 دقيقه بيقول فيها انه العميل دوج كارل من قسم الكحول والطبخ، وانه بيرد على اتصالها لانها اتصلت بيه، ودوج في الوقت ده ما كانش موجود. فصاحبه اللي رد على المكالمه وهي طلبت منه انه يرجع يتصل بيها تاني. وبيروح دوج للعميل جاك المحقق الخاص في القضيه وبيقول له انه في جثه بنت انجرفت بالقرب من رصيف رولاند، وان عليها اثار حروق قويه جدا من نفس الماده المتفجره اللي لقاها عند الجسر في موقع الانفجار. وبيقول له كمان انه اتحقق من جداول المد والجزر وقارنها بموقع الانفجار واكتشف انها اتقتلت قبل انفجار العباره بحوالي ساعتين. وبيوضح لهم دوج سيناريو قتلها واللي بيقول ان في شخص خطفها من بيتها وربطها وحرقها وهي حيه ورماها في النهر كانها ضحيه من ضحايا الانفجار، وان الماده المتفجره بتعرفه ان الوضع القنبله كان على اتصال مباشر بالضحيه، وان ممكن عربيتها تكون اتسرقت عشان ينقلوا القنبله للعباره. وبيضيف دوج ان الضحيه حاولت الاتصال بيه قبل يوم الانفجار الصبح، وبيشوف دوج عربيه شريكه لاري وبيسالهم عنه، بيقولوا له العميل جاك انه له العربيه في موقف السيارات السفينه اللي انفجرت وانها كانت من عربيات الضحايا. وبعد كده بيروح العميل بول لدوج ويقول له انهم عينوه مسؤول عن التحقيق في القضيه وان عايز دوج يكون معاه في الفريق المسؤول عن القضيه. وبالفعل بيوافق دوج وبينضم الفريق. وبعد كده بيروحوا المكان فيه فيديوهات متصوره بواسطه اقمار صناعيه لمكان الحادث قبلها باربع ايام، وما بيرضوش يقولوا لدوج ايه الجهاز اللي شغال ده وازاي هم جابوا الصور دي من حوالي 4 ايام بهذه الدقه، وانها تقريبا شايفين كل الناس اللي موجوده في المكان بصوره ثلاثيه الابعاد ويقدروا يشوفوا اي حد بس قبلها ب4 ايام من حدوثه. وبيطلب منهم دوج انهم يجيبوا فيديوهات لبيت كلير، وبيشوف كلير في البيت ويبعت لها اعلان رساله يقول لها انها تبيع عربيتها عشان هو محتاج فلوس، ويقدر دوج انه يعرف رقمه من شاشه التليفون. وبتكتب كلير في مذكراتها انها حاسه ان في شخص بيراقبها، وبيروح دوج للمقابر عشان يشوف حبيب كلير السابق هيجي ولا لا، ولكنه مش بيلاقيه. وبتروح كلير مطعم وبيطلب منهم دوج انهم يجيبوا المطعم ويراقبوا كلير في المطعم، وبيتصل بيها شخص وبيسالها هل هي السيده اللي عايزه تبيع عربيه برونكو ماركه فورد، وبيقول لهم دوج ان هو ده القاتل، واللي بيطلب منهم انهم يجيبوا قائمه الاتصالات وبيوصل لها الرقم الشخص اللي اتصل بيها. وبيطلب دوج من عميله بتشتغل معاهم اسمها شانتي انها تجيب صوره الشخص اللي بيكلم كلير لانه بيتكلم من كابينه هاتفيه على مسافه 5 كيلومتر خارج المدى، لكنهم يقدروا يشوفوا الكابينة عن طريق كاميرا آلة الصرف موجودة هناك. ويلاحظ دوك حقيبة موجودة على الأرض، ويحاولوا إنهم يطابقوا الشنطة دي مع كل الشنط في المدينة في آخر 48 ساعة قبل الانفجار. وبيلاقوا الحقيبة في كاميرا المراقبة عند مرفأ الجيرز قبل الانفجار بليلتين مع نفس الشخص اللي كان موجود قدام كابينة الاتصالات. وبيحاول دوج يفهم إنهم إزاي قدروا يشوفوا الماضي
قبل ما يحصل من خلال شاشة قدامهم، واللي ما يقدرش يغير الماضي عشان الكوارث ما تحصلش. وبيحاول بول والناس اللي معاه يفهموه فكرة الجهاز، وبيكتب بول على ورقة جملة مكتوب فيها إرهابي مشتبه به يراقب مرفأ عبارة الجيرز، وإنه هيكون هناك الساعة 44 دقيقة صباحا، وننصح باحتياط شديد. وبيدخلها جوه جهاز عشان ينسخها في الماضي ويقدر يبعتها للماضي. وبيجيبوا فيديو لدوج ومينوتي وهما بيتكلموا في المكتب، لكن دوج بيغادر المكتب قبل ما يبعتوا الورقة، وبيقدروا فعلا ينسخوا الورقة في الماضي، لكن الرسالة بتوصل لمينوتي وما بتوصلش لدوج. وبياخد عربيته وبيروح لمرفأ الجيرز وبيوصل للشخص المشتبه فيه المرفأ، وبيركب عربية موجودة هناك، وبيحاول مينوتي يوقفه، لكن المشتبه بيه يضربه بالنار وبيحطه في العربية، وبيهرب المشتبه بيه العربية ويطلع خارج المدى، وبيفقدوا أثره ومش بيقدروا يتبعوه. وبيركب دوج العربية، واللي بيلبس نظارة بيقدر بيها إنه يشوف الماضي بره المدى المحدد، وبيحاول يلحق المشتبه بيه عشان يراقبوه، وبياخد تعليمات من بول بحركة المشتبه به. وبيحاول دوج إنه يلحقه، وبيوصل القاتل لمكان فيه مبنى، وبينزل دوج ومعاه النضارة اللي بيشوف بيها الماضي، وبالتالي يقدروا يشوفوا بيها القاتل ويشوفوا اللي حصل قبل كده. وبيشوف على الشاشة ان المبنى كان سليم في الماضي، لكن دلوقتي منهار ومتدمر وكأن قنبلة انفجرت فيه. وبينزل القاتل عميل مينوتي من العربية، وبيحط عليه وقود ديزل وبيولع فيه، وبيموت مينوتي محروق. وبيشوف دوج اثار الحريق على الارض، وبتوصل الشرطة للمكان وبترفع بصمات الحادث، وبيكلمهم دوج بيقول لهم ان المشتبه بيه استخدم عربية بليزر لمراقبة المرفأ، وان العربيه اللي معاه كبيره تقدر انها تشيل القنبله. جه مينوتي وكسر ازاز العربيه بالرصاص وساب اثار دم على الكرسي الخلفي، وبكده يحتاج الوضع القنبله لعربيه جديده، وبيطلب منها انه يشتري عربيتها. وبيلاقي دوج حلق في مكان الجريمه، وبيحاولوا انهم يعرفوا صوره القاتل، وبيوصلوا لصورته وبيعرفوا اسمه، بيكون كارول اوروستيد، وبيكون صاحب الكوخ اللي وصل ليه دوج. وبيلاقي رخصة تسجيل العربية والمركب الهوائي متطابقين، وعنده بيت تاني في شارع مالفين في مدينة نيو أورلينز. وبتوصل قوات لبيته وبيقتحموا البيت، وبيلاقوا متفجرات يدوية الصنع، وبيقدروا يقبضوا عليه. وبياخدوا دوج ويحقق معاه، وبيقول له ليه استخدم متفجرات ضد الحكومه الامريكيه. وبيقول له دوج انه حاول التسجيل في البحريه الامريكيه لكنهم رفضوه، وحاول التقديم في الجيش الامريكي وبرضه رفضوه. وبيقول له كارلو انهم مش بيقبلوا الفدائيين واعتقدوا انه غير متزن نفسيا. وبيسالوا دوج عن علاقته بكلير، ويقول له انه كان عايز يشتري منها العربيه وراح لبيتها، وكان بيتظاهر بكده، ومسكها وحط الشريط لاسع على بقها وربطها من ايديها ورجليها، ووضع القنبله في العربيه ورمى عليها البنزين وقتلها، وكانها ضحيه من ضحايا الانفجار، وبكده محدش يعرف هو عمل ايه. وبيروح بعدها دوج يقابل جاك ويقول له ان عمليتهم هتقف لانهم قدروا يوصلوا للقاتل واعترفوا بالجريمه. وبيقول له بول انه المفروض يتابعوا القضيه بمشاهده الجريمه نفسها لحد تفجير العباره. وبيرفض ماكنزي وبيطلب منهم انهم يقفلوا القضيه على كده، وبيبداوا في القضيه اللي بعدها. وبيرفض دوج الكلام ده لانه بيكون عايز يتاكد من موت كلير، وبيبقى شاكك ان الجهاز ده بيقدر ياثر على الماضي. فبيروح لبيت كلير وبيلاقي ورقه مكتوب عليها احياء الكنيسه المعمدانيه. وبيروح دوج لداني وبيطلب منه انه يساعده في انه يغير الماضي، وبيطلب منه يدخله الجهاز عشان يروح للماضي ويحاول ينقذ كلير لانه الظاهر انه وقع في حبها. وبيقول له داني انه معرض للموت في اي لحظه في التجربه، وبيوافق دوج وبيدخله داني الجهاز. وبينتقل دوج لمستشفى في الماضي، وبيكون عنده حاله من التشنجات ومكتوب على جسمه انعشوني، والدكاتره بتلحقه وبيعملوا له صدمات كهربيه وبيقدروا ينقذوه. وبيفوق دوج وبيلاقي نفسه في المستشفى، وبياخد عربيه الاسعاف وبيهرب بيها من المستشفى، وبيروح للمبنى بتاع كارول اللي خاطف فيه كلير عشان يحاول ينقذها قبل ما كارول يقتلها. وخلي بالك انه كده في الماضي لان هو معتقد انه لو غير الماضي هيغير المستقبل. المهم بيدخل دوج المبنى بالعربيه وبيضرب عليه كارول رصاص وبيسيبه في كتفه، وبيروح كارول يفتح انبوبه الغاز وبينزل دوج من العربيه، وبيلاقي كلير مرميه على الارض وفاقده الوعي، وبيضرب كارول الانابيب الاكسجين الموجوده بالرصاص وبيتفجر المكان. وبيقدر على اخر لحظه ينقذ دوج كلير من الانفجار، وبيمشي كارول وبيفتكر انهم ماتوا على كده، وبيفكها دوج وبيركبها العربيه، وبيقول لها انهم لازم يروحوا مرفأ الجيرز قبل ما كارول يفجروا، وتقول له كلير لازم تروح المستشفى لانه نزف دم كتير. وبيقول لها انه فاضل ساعه و40 دقيقه عشان يقدر يلحقه وانه مفيش وقت. وبيروح بيت كلير وبيغير دوج هدومه وبينظف الجرح وبيرمي هدومه في الحوض وفيها دم، وبيطلب من كلير انها تغير الهدوم اللي لبستها لان الضحيه كانت لابسه نفس الهدوم، وان ده احسن ليها عشان يحس انه يقدر يغير الماضي. بعد كده بتروح كلير تجيب مسدس وبتوجهه على دوج، وبتتهمه انه بيكذب عليها وانه مش محقق اصلا، وانها شاكه ان هو اللي كان خاطفها. لكنها بتتصل بمكتب الكحول والتبغ وبتسال عليه، وبتتاكد فعلا انه محقق في قسم الكحول والتبغ. ودي تبقى المكالمه اللي وصلت دوج قبل كده لما كانت كلير بتسال عليه، وانه كان مستغرب لما لقى جثتها انها كانت متصله عليه في نفس اليوم الجريمه الصبح. وبيظهر ان الدم اللي دوج لقيه في اول الفيلم كان الدم بتاعه من الموقف ده اللي هو عمله في الماضي، وان الرساله اللي كانت مكتوبه على الثلاجه هو اللي عملها، وهو اللي كان كاتبها لنفسه رساله ليه. وبياخد دوج كلير وبيروحوا المرفأ، وبيكون هناك كارول وبيشوف عربيه كلير هناك، وبيقول لها اول ما العباره تتحرك تروح تبلغ الضابط ان في قنبله على العباره. وبيروح كارول يركب الدراجه الناريه بتاعته، لكنه بيشوف عربيته اللي كانت في الكوخ موجوده هناك، وبيعرف ان هم ما ماتوش. وبيطلع الجنود وعائلتهم على العباره، وبتجري كلير عشان تلحق العباره قبل ما تتحرك. وبينزل دوج لقاع السفينه، وتكون كلير في موقف العربيات، وبيشوفها كارول وبيمسكها وبيحطها في العربيه اللي فيها القنبله، وبيربط ايديها في الدركسيون. وبيروح الضابط يقول لكارول انه ما ينفعش حد يكون في موقف العربيات السفينه، لكن كارول بيقتله
وبيواجه دوج كارول، وبيشاور دوج لكلير انها تشغل العربيه اللي ربطها فيها كالور، وفعلا بتشغلها كلير وبتخبط كارول بالعربيه، وبيقتلوا دوج في اخر لحظه، وبيركب العربيه اللي فيها القنبله مع كلير، لكن الامن بيطلب منهم انهم ينزلوا الا هيموتوا، لكن دوج ما بيقدرش ينزل لانه لو نزل القنبله هتنفجر، لكن دوج بيطلب منها انها تنزل بالعربيه في الميه والا كل الناس اللي في العباره هتموت، وبالفعل بتنفذ كلير كلامه وبتنزل بالعربيه في الميه، وبتقدر كلير انها تخرج من العربيه وتطلع من الميه، لكن دوج بيحاول انه يخرج هو كمان لكنه بيفشل وبتنفجر بالعربيه، وبكده يبقى نسخته اللي كانت في المستقبل رجعت الماضي ماتت، وبتخرج كلير بره الميه، وبتشوف دوج اللي هو كان اصلا في الماضي اللي كان جاي عشان يحقق في القضيه زي ما حصل في اول الفيلم جاي تاني، وبتساله لو يعرفها لكنه بيقول لها انه ما يعرفهاش، وبتحكي له كلير وبتحاول تفهمه، وبكده بيبقى قدروا ينقذوا كل الناس اللي في العباره، وبكده يخلص فيلم النهارده. وما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وسبسكرايب في القناه.